بعد ضياع حلم الوصول لكاس العالم بتكون في حالة من الإحباط كبيرة جدا خصوصا عند الجماهير المصرية، لأنك خلاص كان فاضل لك تكة واحدة وتوصل كاس العالم وهتكون أول مرة من سنة 90، فهتفك نحس جون مجدي عبد الغني وده في حد ذاته كان إنجاز. لا والجيل ده بعد كل اللي عمله والبطولات الإفريقية الكبيرة جدا اللي عملها كان من حقه يوصل كاس العالم. ما هو مش بعد كل ده ما توصلش كاس العالم اللي هي أهم بطولة للمنتخبات. ولكن هل الإحباط ده بيأثر على المنتخب ولا حسن شحاتة بيقدر ان هو يعمل انجازات جديدة؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الرابع من حكاية الجيل الذهبي لمنتخب مصر. بتبدأ مصر مرحلة جديدة من التحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2010، وبتكون القائمة اللي حطها حسن شحاتة فيها شوية من المفاجآت. دايما كده الراجل ده مع كل قائمة لكل بطولة لازم يحط لنا بعض المفاجآت. أولها استدعاء المهاجم محمد ناجي جدو مهاجم الاتحاد السكندري، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا للناس كلها وللاعب ذات نفسه. اللاعب ما كانش مصدق ان هم استدعوه عشان يلعب مع منتخب مصر في أفريقيا، ولكن المفاجآت الأكبر كانت في استبعاد بعض من اللاعبين. اولهم محمد حمص اللي جاب هدف مصر في ايطاليا في كاس القارات، وتاني واحد اللاعب احمد حسام ميدو عشان تحصل مشكله تانية بينه وبين حسن شحاته. وطبعا لو عايز تعرف ايه المشكله الاولى اللي حصلت ما بين ميدو وحسن شحاته اتفرج على الحلقه اللي عملناها افريقيا 2006، هسيبها لك دلوقتي في الاي اللي هتظهر فوق هنا. بعد ما استدعى اللاعب للقائمه الاولى بيجي في القائمه النهائيه ويستبعده، وعلى كلام ميدو ان هو عارف قرار استبعاده من الاعلام ومفيش اي حد بلغه، ولكن بتطلع الاداره الفنيه لمنتخب مصر وتقول لك ان القرار ده مش من حسن شحاتة بس، ده جيب الاجماع. ثالث لاعب بيستبعد هو الماجيكو ابو تريكة للاصابه، مع ان حسن شحاتة حاول كتير جدا مع اللاعب ان هو يلعب البطوله دي، ولكن اللاعب رفض وقال ان هو مش هياخد مكان لاعب تاني جاهز اكتر منه للبطوله. بتبدا مصر دور المجموعات افريقيا 2010 وبتقع في مجموعه بتضم نيجيريا وموزمبيق وبنين، وعلى الورق بتكون المجموعه دي سهله جدا على المنتخب المصري وفي متناول اليد، وده اللي بيحصل في ارض الملعب لان منتخب مصر بيقدر يكسب الثلاث ماتشات بتوعه في المجموعات بفوز اول كبير على نيجيريا. بعد ما بتكون مصر متاخره في النتيجه بتقدر ان هي ترجع في النتيجه قدام نيجيريا وتخلص الماتش ده 3-1. وخلي بالك نيجيريا في البطوله دي كانت من الفرق المرشحه ان هي تكسب البطوله. بعدها بتخش مصر ماتشها الثاني وتقدر ان هي تكسب موزمبيق 2-0، وبعدها بتكسب ماتشها الثالث قدام بنين بنفس النتيجه 2-0 علشان تخلص مصر مجموعتها في الصداره ب9 نقط وتتاهل لدور الثمانيه افريقيا 2010. بتدخل مصر ماتشها في دور الثمانيه افريقيا 2010 ضد الكاميرون في اعاده لنهائي 2008. ده مصر دست على وشهم مرتين في 2008، فاكيد هتلاقي الكاميرون البطوله دي جايه قدام مصر عايزه تكسبهم باي طريقه. بيبدا الماتش وتقدر الكاميرون ان هي تجيب الهدف الاول في مصر علشان في الدقيقه 36 بيجي احمد حسن ويشوط كوره من نص الملعب بتخش جون بطريقه محدش فاهمها وبيجيب بيها هدف رائع بتتعادل بيه مصر قدام الكاميرون. يلا اهي ارزاق. بيفضل بعدها الماتش على كده ويخلص الماتش 1-1 ونروح للاشواط الاضافيه. ومع بدايه الاشواط الاضافيه بيستغل محمد ناجي جدو غلطه من الدفاع الكاميروني وبيقدر ان هو يجيب بيها الهدف الثاني لمصر، وبعدها على طول من فاول بيلعبه احمد حسن بيجيب بيه الهدف الثالث لمصر. اي نعم هي ما دخلتش بس وقتها ما كانش فيه ولا جول تكنولوجي ولا فار، فالحكم حسبها هدف لمصر علشان مع هدف احمد حسن تقتل مصر الماتش تماما وتفوز مصر على الكاميرون 3-1. يلا اهل الكاميرون متعوده مش اول مره مصر تدوس على وشها، وبالفوز ده بتتاهل مصر قبل النهائي علشان تواجه الجزائر. بتدخل مصر عشان تلعب ماتشها في دور قبل النهائي ضد الجزائر، وطبعا دي بتكون فرصه حلوه جدا للمنتخب المصري علشان يرد بعد خروجه من تصفيات كاس العالم قدام الجزائر. ما اجمل الكره عندما تعطيك فرصه للانتقام، ولكن كالعاده بين الفريقين الماتش بيكون فيه بعض المشاكل السياسيه بره الملعب، ولكن الحمد لله المره دي مفيش خناقات ولا مصابين ولا اي حاجه من الكلام ده، لان حكومه انجولا بتفرض امن كويس جدا وبترفض اي مناوشات تحصل على ارضها ما بين الفريقين. ولكن الماتش ده بيكون فيه كل حاجه ممكن تحصل. يكفيني اقول لك ان الماتش ده كان فيه 3 طرد على منتخب الجزائر، في واحد منهم كان من نصيب حارس مرمى الجزائر فوزي الشوشي. انت متخيل ان اخر 3 دقايق في الماتش الجزائر بتلعب ب8 لاعبين بس؟ بيبدا الماتش مع الدقيقه 40 بيجيب حسني عبد ربه الهدف الاول لمصر من ضربه جزاء، بعدها بيجي محمد زيدان ويجيب الجون الثاني لمصر بطريقه رائعه جدا علشان بعدها
على طول بيجي الباك محمد عبد الشافي ويجيب الجول الثالث لمصر، وقبل نهايه الماتش بيجي البديل محمد ناجي جده ويجيب الهدف الرابع لمصر، وتخلص الحفله دي 4-0 لصالح مصر. ايوه ما دي حفله، الواحد ما كانش فاهم ده ماتش كوره ولا فوره ولا ايه بالظبط. بعد الماتش ده الواحد شاف فرحه في عيون الجماهير المصريه مش طبيعيه، اكن مصر كسبت كاس العالم مش كسبت قبل نهائي افريقيا. تحس كده ان المصريين انتقموا من اللي حصل منهم في تصفيات كاس عالم 2010، وكل ده طبعا علشان مصر قدرت ان هي تكسب الجزائر. كان دمه تقيل قوي منتخب الجزائر على المصريين في الوقت ده. وبعد فوز مصر على الجزائر بتوصل مصر للنهائي الثالث ليها على التوالي في افريقيا. بتدخل مصر عشان تلعب ماتشها النهائي في افريقيا ضد غانا، المنتخب اللي في الوقت ده كان منتخب قوي جدا وعنده تشكيله محترمه قوي من اللاعبين. يكفي ان اقول لك ان المنتخب ده في الوقت ده كانوا مسمينه اولا البلاك ستارز، ثانيا ولولا الحظ المنتخب ده في كاس العالم كان هيوصل للمربع الذهبي. ربنا يسامحه بقى سواريز اللي طلعهم من دور الثمانيه. فانت داخل عشان تلاعب فريق عالمي عنده لعيبه محترفه في كل الفرق الاوروبيه، فاللعيبه المصريه والجمهور المصري داخلين الماتش ده وعارفين ان الماتش ده هيكون صعب جدا على المنتخب المصري. مش كده وبس، الماتش ده هيكون ماتش مقفل جدا، هتجيب جون كده يعني لو سنح ليك الفرصه، لكن انت هتلعب وتكسب زي ما كسبت الجزائر 4-0 والكاميرون 3-1، ده انساني هي. وده فعلا اللي بيحصل، لان الماتش بيبدا ماتش مقفل جدا ما فيهوش ولا فرصه، كل فريق من كل ناحيه بيهاجم ولكن ما فيش فريق فارض سيطره في الملعب بفرص واضحه. زي ما بيقولوا كده في الماتشات النهائيه السكور اهم من الاداء، علشان قبل نهايه الماتش وتحديدا في الدقيقه 85 بيجي البديل السوبر محمد ناجي جده ويطلق رصاصه الرحمه ويجيب الجون الاول لمصر علشان يفضل الماتش على كده وتفوز مصر على غانا 1-0. وبالفوز ده بتتوج مصر بالكاس الافريقيه الثالثه ليها على التوالي، علشان يكون الجيل ده قدر ان هو يحقق لمصر 3 بطولات افريقيه على التوالي. ومن بعدها بتفشل مصر في التاهل لامم افريقيا 2012، وبينهي حسن شحاته عقده مع الاتحاد المصري لكره القدم بالتراضي علشان ينتهي واحد من احسن الاجيال اللي جت في تاريخ المنتخب المصري، لان من بعده مصر هتخش في سلسله كبيره جدا من الضياع. ولغايه دلوقتي وبعد 14 سنه مصر مش عارفه تاخد افريقيا، وصلت نهائي اكتر من مره ولكن خسرتهم كلهم. ولكن ما تخليش حزنك على المنتخب المصري ينسيك اللايك والسبسكرايب والفولو، واشوفكم في حكايه جديده. سلام.